بارك الله فيكم، الله المستعان. إذا كان حلف قال إذا خرجت أنت طالق وينوي الطلاق يقع الطلاق كما قال أهل العلم. أما إذا كان من باب التخويف والتهديد فهنا لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. نعم، فهو يعرف نفسه، هل كان ينوي فعلا إذا أنت خرجت يا فلانة سوف تكونين طالق فيقع الطلاق. وأما إذا كان مجرد يهددها ويخوفها كي لا تذهب فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. نعم، وهذا يقع مكان الحلفان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، إن كان طبعا بنية التخويف. أما بنية فعلا أنت إذا خرجت تكوني طالقة وينوي في ذلك أن يطلقها ويفارقها فتصبح تكتب عليه طلقة. هو قال أنت طالق تكونين طالق في 3 مثال، وتقع طلقة واحدة. إن الطلاق في 3 يقع واحدة، هكذا كان على زمن النبي كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق يحسب 3 طلقات، كانت 3 طلقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر 3 طلقات تحسب طلقة واحدة. كما قال عمر إن الناس قد كان لهم في الأمر أنات فاستعجلوا فلو أمضينا عليهم، أي مثل عقوبة يعني لهم، فأمضى عليهم 3. ثم قيل إن عمر في آخر حياته يعني أنه رأى انتشر هذا فقال لو لم يقل هذا الشيء. نعم، على كل الأحوال يبقى الحكم الشرعي الأساسي الطلاق 3 مرات. إذا قال لها أنت طالق 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 أو أنت طالق ب3 تحسب طلقة واحدة. فهو الآن إن كانت هذه الطلقة الأولى إذا قال أنت طالق ب3 تعتبر طلقة واحدة كما قلنا. إذا كانت هذه المرة الأولى يطلقها وينوي في هذا فراقها وطلاقها تحسب طلقة. أما إذا كانت المرة الثانية تحسب الثانية، يراجعها يقول سأراجعتك لا، إذا انتهت العدة 3 أشهر أو 3 قروء 3 حيضات، إذا انتهت عدتها وكان ينوي في هذا أن يطلقها فعلا وكانت الطلقة الأولى أو الثانية، إذا أراد أن يرجع إليها بمهر جديد وبعقد جديد ومهر جديد وشهود، نعم، يكون زواج جديد كما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم، هذا إذا الطلقة الأولى، إذا كان هذه المرة الأولى يطلقها أو المرة الثانية وينوي في هذا الطلاق. أما إذا هذه المرة الثالثة يعني كان طلقها مرة ثم بعدها طلقها مرة ثانية، المهم طلقات متفارقات، إذا كانت هذه المرة الثالثة طلقها وهو ينوي فعلا أنك إذا ذهبت ستكونين طالقة ستكونين مطلقة وسنفترق وكذا، إذا كان ينوي هكذا وكانت الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، أي تنكح تتزوج زواج استقرار واستمرار. نعم، هذه احتمالات كلها أنا أذكرها وهو الآن يعرف نفسه، هل ينوي في هذا الطلاق أم لا؟ إن ينوي على التفصيل السابق، إذا كانت الطلقة الأولى
يراجعها إن لم يخرج وقت هذا الطلاق. إذا لم يخرج وقت الحيض 3 حيضات، إذا بعدها ما انتهت عدتها يقول لها راجعتك ترجع إليه. نعم. أما إذا انتهت المدة، أي مدة 3 قروء، كما قال جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات. إذا انتهت 3 حيضات وما راجعها، هنا إذا أراد أن يرجعها لعصمته ولذمته يجب عليه عقد جديد وشهود ومهر كما قلت. نعم. قد يتساهل في المهر لأن كانت زوجته وكانت كذا، وهو أحق بها كما قال جل: وبعولتهن أحق بردهن. يعني الزوج الذي كان طلقها هو أحق بأن يتزوجها من الغريب الذي لم يعاشرها ولم يباشرها ولم يتزوجها. فالزوج الأول هو أحق بأن يردها إليه، إلى عصمته وإلى ذمته بمهر جديد وعقد جديد، إذا كانت يعني انتهت العدة وكان ينوي في هذا فعلا طلاقها وفراقها. الطلقة الأولى والثانية كما قلت كانا متفرقات، طلقات متفرقات، وانتهت العدة يستطيع أن يراجعها. إذا كانت الطلقة الثالثة خلاص وينوي في هذا فراقها كما بينت، فلا تحل له بعد. نعم. فعلى هذا الأساس هو ينظر في نفسه. إذا كان مجرد التخويف والتهديد والوعيد بأن لا تذهب، فعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.